معالي الوزير مروان شربل، هل يمكن التعويل على لقاء الموفد الأمريكي آموس هوكسين بالموفد الفرنسي جان إيف لودريان في باريس؟ ممكن نعول أو سيكون لزوم ما لا يلزم؟ هلا بدك تشوف الموضوع اللي بدهم يطرحوه. انتخابات رئيس جمهورية ولا وقف إطلاق النار بجنوب لبنان؟ القصة كلها مرتبطة بوقف إطلاق النار بغزة. من بعد هالشي هيدا فينا نحكي ساعتها بكل المواضيع. معاليك. هلا نعم. إذا يمكن بالاجتماع بيتفقوا إنه يضغطوا على إسرائيل تتوقف إطلاق النار بغزة، وساعتها في الموضوع بصير إيجابي جدا بكل النواحي. حضرتك مع ما يقول حزب الله أنه لا وقف لإطلاق النار في الجنوب إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة، مع هذه المعادلة؟ هلا هلا شيء وصار بالموضوع، ما بقى في يتراجع. حزب الله محرج بهذا الموضوع، ما بقى في يتراجع. وقف اطلاق النار بغزه يليه وقف اطلاق النار بلبنان. انا برايي خليها تجرب اسرائيل توقف اطلاق النار بلبنان، معلش 48 ساعه لنشوف ساعتها شو رده فعل حزب الله. بالنهايه المعادله الامريكان بيعرفوها، الفرنسيين بيعرفوها، ووافقوا عليها واقتنعوا فيها، انه وقف اطلاق النار بغزه يليه وقف اطلاق النار بجنوب لبنان، وغير هيك ما حيمشي الحال. مع الوزير، لسان حال اللبنانيين حرب أو لا حرب، شو بيقول مروان شربل؟ انا برايي المعطيات لحد هلا ما في حرب، بس بالنهايه نحن بنعرف انه الحرب مرات بتبلش يمكن مرات تكون مقصوده من فريق، مرات تكون لا ولا فريق من الافرقاء اللي بدهم يعملوا الحرب قاصدينها. يعني ممكن انه تفلت القصه بمحل معين، تؤدي الى رده فعل كبيره، وهونيك بيصير في رده فعل اكبر وتتطور الامور. لحد هلا ما في شيء. يعني صيفنا سيكون مرتاح إذا فينا نقول، مع إنه يعني نحن بحالة حرب، ولكن إذا بقي على هذا الحال المغتربين رح يكملوا يجوا، المطاعم رح تضل مفولة، أماكن السهر، الشواطئ، ما بعرف. ليك بدي اقول لك شغله، حتى اللي عم بيجوا من برا والاجانب اللي عم بيجوا من برا، في اجانب عم تيجي كمان مش بس المغتربين، كلهم على اطلاع برا وبيسالوا قبل ما يجوا وبيعرفوا نفس المعلومات اللي نحن عنا اياها هن عندهم اياها. بقى انا برايي لا اسرائيل قادره تعمل حرب، يمكن تكون حابه. حزب الله قادر يعمل حرب بالامكانيات اللي عنده اياها، بس لا يرغب باجراء حرب. بقى خلينا نبلش من هون. لحد هلا ما في حرب، وبتقديري بتستمر الامور اكثر واكثر، خاصه انه الولايات المتحده الامريكيه لن تقبل وهي تضغط على اسرائيل بعدم اجراء حرب، لانه في انتخابات اليوم نيابيه، وفي الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري شفناهم بالمقابلات اللي صارت بين ترامب وبين جو بايدن. القصه منا هينه بامريكا، بقى ما بدها انه يصير في حرب بين اسرائيل وبين لبنان، لانه ما بتضل محصوره بس بين اسرائيل وبين لبنان، ستمتد الى خارج لبنان، ويمكن بتصير حرب اقليميه، ويمكن تتوسع اكثر وتصير حرب نص حرب دوليه. نعم. معالي الوزير، في حال فوز اليمين المتطرف بالانتخابات الفرنسية ودونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، هل يمكن أن تتغير التطورات العسكرية؟ ما بتتغير لك عم تقصدي بفرنسا يعني؟ عم بحكي التطورات العسكرية في المنطقة، إن كان لا فوز لا، اليمين المتطرف اليمين المتطرف بفرنسا، هيك تقصدي يعني؟ نعم صحيح، ودونالد ترامب في الولايات المتحدة. نحن جربناه لدونالد ترامب، واكثر من اللي عمله قبل من 4 سنين ما راح يقدر يعمل اكثر من هالقد. ومعروف ولاؤه المطلق لاسرائيل. ونتنياهو
ما راح يبيع جو بايدن ولا بأي شكل من الأشكال، لأنه بيريد إنه كل هالأمور هيدي إذا في حرب أو إذا في سلم بدها تكون بعهد ترامب. هيك نتنياهو بده إياها. وكل ما طولت الأمور هيدي وكل ما بقيت بغزة لا حرب ولا سلم وإطلاق نار ووقف إطلاق نار، بيستمر أكثر قاعد على الكرسي نتنياهو. هذا اللي بده إياه. بفرنسا نحن يعني اليمين المتطرف مشكلة لفرنسا، مش مشكلة للبنان. ويمكن ما تعود تتدخل فرنسا مثل ما عم تتدخل هلا. خلينا ننطر الانتخابات الثانية اللي بعتقد رح يصير في اكيليبر بين اليسار المتطرف والمعتدل، وبين اليمين المتطرف والمعتدل والوسط. انا برايي رح يصير بفرنسا مثل ما صاير فينا نحن. مجلس النواب مقسوم، مش قادرين يجتمعوا لينتخبوا رئيس جمهوريه، وهونيك رح يصير نفس الشيء. مش قادرين ياخذوا قرارات لانه رح يكون مجلس النواب عندهم مقسوم بالشكل اللي مقسوم عنا. يعني الفراغ الرئاسي عنا مطول إلى أجل غير مسمى. لحد هلا يعني ما ممكن بتع... أن تجرى ما, الانتخابات النيابية بعد عامين من دون رئيس. ما بتعرفي شو بيجد. انا ما فيني اقول، ما حدا بيقدر يقول من هلا للسنه ما في رئيس الجمهوريه. وما فيك تعرفي انتخاب رئيس جمهوريه معلق بالظروف اليوميه اللي نحن عم نعيشها. يعني على بكره يوقف اطلاق النار، ويوقف اطلاق النار بجنوب لبنان وبغزه. ساعتها بتتغير امور كثير وبتنقلب الصفحه من صفحه سوداء لصفحه رماديه. وهالرماديه بتصير نتفه بتقلب لبيضاء. بقى بعتقد انا انه ما حدا بيقدر يقول انه ما في انتخابات رئيس جمهوريه، وما حدا بيقدر يقول انه في انتخابات رئيس جمهوريه من هلا لاخر السنه. اللي بقدره انه ما حيصير في انتخابات رئيس جمهوريه قبل الانتخابات الامريكيه. الأمريكية. نعم. يعني بعد بدنا ننطر أشهر إلى الأمام مع الأسف. نحن هذا نحن الإطلاق الرئاسي المهم والأساسي لإعادة الحياة إلى شرايين الدولة عم نربطه بتطورات إقليمية وخارجية للأسف. انتخبنا رئيس الجمهوريه الجنرال ميشيل عون. انتخبناه بعد 2 و3 اشهر، وقبل 5 ايام او ولكن 7 ايام. الظروف الأمنية والاقتصادية والمالية والنقدية لم تكن على هذه الحال في البلاد. صحيح. فكم بالاحرى اذا كانت على هذه الحال. بدنا ننطر. في امل. اليوم ما حدا رح يبيع ال4 اشهر الاداره الامريكيه اللي موجوده، اللي باقي لها 4 اشهر. لا ايران رح تبيع، لا السعوديه رح تبيع، ولا نتنياهو واسرائيل رح تبيع الاداره اللي موجوده اليوم. بدهم ينطروا الاداره الجديده، وعلى اساسه يبنى على شيء مقتضاه. كيف انا تبعت هذا رايي. كيف تبعت مجريات ما حصل بين بكركي وحزب الله؟ هلا يعني انا قلت انه ما بيسوى نضل ناطرين بعضنا على الكلمه وعلى الحرف. ما مم. بيسوى. بقى يعني بالنهايه مفروض اذا واحد اذا حدا حكي كلمه وطلعت محل معين اعتبرها قاسيه، مفروض كمان انه يصير في تفاوض ويصير في حوار. وخاصه انه بين بكركي وبين حزب الله في لجنه موجوده عم تجتمع بعتقد بالشهر مرة أو مرتين. ما لازم تتطور الأمور أكثر، ولا لازم إنه حزب الله بهالوقت بهالظرف الصعب اللي عم يمرق فيه حزب الله ولبنان والوضع الاقتصادي والوضع الأمني والوضع الاجتماعي. لازم أنا برأيي حزب الله هو يكون متسامح أكثر من غيره. طيب ماذا عن غياب سمير جعجع وسامي الجميل عن اللقاء في بكركي مع الكاردينال بارولين؟ هلا هن عبروا انه لاسباب شخصيه، بس رجعوا اجتمعوا مع بارولين، ويمكن كانوا حابين انه انهم يجتمعوا على انفراد مع بعضهم.
بيترو بارولين نوجه له تحية، بنشكره على الجهود اللي قام فيها. بس لسوء الحظ راح من هون واخذ فكرة عن كل اللبنانيين مسلمين ومسيحيين انه وكأنه نحن ما بنحب بلدنا. وهي فكرة صحيحة؟ هلا هو هيك قال. طيب دخلك بدي اسالك سؤال. نعم. ن- نحن بنحب بلدنا على قد، يعني على قد المثل بيقول على قد بساطك مد جراك، هل قد بنحب بلدنا؟ مع الأسف بلدنا بيستاهل نحبه أكثر من هيك بكتير. في مطالبة بإني أسألك سؤال عن رأيك بكلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، عن إنه عم يتحدث إنه في هناك شهداء يسقطون والناس عم ترتاد الشواطئ وأماكن السهر. شو رأيك؟ لكن انا بدي لك شغله. انا سبق وسالوني على التلفزيون من شي جمعه وجاوبت على هالموضوع هذا، وقلت كمان اذا كان بيقصدها، اذا بيقصدها كمان ما لازم بهالظرف الصعب يلي نحن عم نعيشه. وانا قلت انه بالنهايه صحيح انه اللبنانيين في لبنانيين عم بيستشهدوا، بجنوب لبنان في ضيعه عم تتدمر، في عالم تركت بيوتها، وفي عالم مستغل الظرف، مش مستغل الظرف، يعني في عالم انه عم بتقول طيب شو بدنا نعمل، يعني بنقعد ببيتنا. عم بيروحوا بموهوا شوي وشوي. يعني اذا قصد السباحه وقصد قصد المطاعم، ما رغم القصف اللي عم بيصير بالجنوب، في عالم عم تسبح بسور، في عالم عم تسبح بصيدا، وفي عالم عم تسبح ببيروت. يعني مش المقصود انه انتوا عم تسبحوا مبسوطين وبتغنوا وبتحضروا مسرحيات وبتحضروا مطربين ونحن عم نموت هون بجنوب. مش هذا هو المقصود. المقصود انه كان ردة فعل على كلام اللي حكي غبطة البتراك، وهلا طبعا انحكى باسلوب تاني. مشان هيك انا قلت لك ما مفروض ننطر بعضنا. نحن عم نعيش بظروف صعبة. لبنان اليوم على المحك، مش ولا طائفي ولا المسيحي المسيحي هو بخطر، ولا المسلم بخطر. لبنان بخطر، الهوية بخطر، الجغرافيا اللبنانية بخطر. خلينا نشوف كيف بدنا نخلص من هالمشكلة اللي وقعنا فيها، ننهي الحرب بجنوب لبنان، وساعتها نقعد على طاولة حوار ونتحاور مع بعضنا. أي لبنان بدنا، أي هوية بدنا، أي نظام بدنا. هذا الموضوع هيك لازم يصير. هلأ ما فيك تتحاوري، ما تتحاوري والحرب قايمة. ما فيك أبدا. ولا حدا قادر يحكي مع التاني لما بيكون في واحد عم يستشهد وواحد منه عم يستشهد. هي بده ياخذها نفسيا اذا بدك. بتلاقي دائما انه الفقير، اذا بدنا ناخذ مثل، الفقير عايش بجو مش مثل الغني، او بجو الغني. بقى الشخص اللي عايش تحت القصف والضرب مش مثل الشخص يلي قاعد بجونية او اللي قاعد بعكار، وافترضي مش عم بيسبح ومش عم بيحضر، بس قاعد ببيته بعيد عن الخطر. هذا الموضوع لازم ناخده بعين الاعتبار، ونشوف كيف بدنا نحل امورنا. نشوف كيف بدنا. الباخره عم تغرق، كلنا موجودين فيها، ما فينا نعلق مع بعضنا وهي عم تغرق. خلينا نوصلها على الشط وبعدين لكل حادث حديث. شكرا لك معاليك. اهلا وسهلا.